ناس كتير بتسألني عن البيزنس في المطاعم. اولا تيجي هنا تتعلم اللغة كويس. لو محتاج حد معاك تقول له يا باشا انا محتاجك معايا شهر ب$1000، خد ال$1000 باليومية، يعني تديله باليومية ما تديلوش كله. تمام. المطاعم العربية ما بتمشيش، كله بيقفل على طول وبيقول لك انا عندي مطعم عربي وفي كل الامكانيات وانا مسافر، وكان في مطاعم دي كلها اشتغالات بيلبسوا بعض. تمام. الطعام العربي واحد شاورما ب15 وب20 وب25. انا كان معايا زبونتين برازيليين بيتكلموا يقولوا ده انا اشتريت شاورما وسلطه ومعرفش ايه، دفعت 50 ريال. زميلتي اللي كانت معاها بتقول لها ما انا ادفع نروح ناكل بكان يحسن بنفس السعر ده. تمام. المطاعم البرازيليه هتمشي معاك كويس. البيتزا تمشي معاك كويس. لو عاوز تفتح مطعم برازيلي وفوقهم تكمله الطعام العربي، يعني مش اساسي، البرازيلي اللي يبقى اساسي. تمام. ومفيش حد يشتغل يقول لك انا معلم شاورما وتعالى ومعايا الجنسيه والكلام من ده، دول كله هتتنصب عليك. تمام. انت تتعلم اللغه، لو محتاج حد معاك تقول له يوميتك كذا، تتفق معاه وخلاص وخلصت. اما بعد ما تتعلم اللغه وتفهم وضع البلد تفتح مشروعك عشان ما يتنصبش عليك. انا والله العظيم اتنصب عليا 3 مرات وسابوا الندبات في قلبي، اقسم بالله. حتى اللي احنا اكلنا معاهم عيش وملح، قلت له ان دخلت معاه مشروع، قلت له نقرا فاتحه، قال لي فتحه ايه يا عم؟ وخزوقني خزوق، اقسم بالله ما هنساه. مش عشان فلوس، لا، عشان انا وثقت فيك، حطيت فلوسي معاك. تمام. اول هام وتاني هام ورابع هام والاخير الاكل البرازيلي وتكملته اكل عربي. بيتزا بتمشي حلو، البرجر بيمشي حلو. اما تحط فلوسك وتثق في الناس، لا، فلوسك في جيبك. انت تتعلم اللغه، تفتح مشروعك، تديره بنفسك، وتجيب اصطف كفاءه ايا كان جنسيته. سلام.